الزراعة في البيوت المحمية داخلة على عصر جديد، ولو انت مهندس صوب فالتوقعات المطلوبة من حيث الدقة والكفاءة هتفضل تعلى وتعلى، والطريق الوحيد للتطور هو عمل التجارب. بس الحقيقة ان معظم التجارب الزراعية اللي بنشوفها على أرض الواقع بتفشل من قبل ما تبدأ، مش عشان العوامل اللي بيجربوها غلط، لأ، عشان تصميم التجربة معيوب. دلوقتي انا عارف ده لاني بعمل تجارب في صوب تجارية يوميا، وبعد ما شفت ايه اللي بيبوظ التجارب مرة واتنين وتلاتة لاحظت ان اقدر اعمل الصنبة امشي عليها بالظبط واتجنب اقع في الاخطاء دي كلها. في الفيديو ده هفصص لك الطريقة دي، طريقة من 7 خطوات عشان تعمل تجارب تثق في نتائجها وتاخد من وراها قرارات وانت مطمن. بس في الاول خالص لازم تؤمن وتسلم ان حتى في البيوت المحمية اللي انت بتتحكم في بيئتها مليانة متغيرات خفية تقدر تخلي تجربتك ملهاش اي معنى. تعال اوريك حاجة. هنعمل تجربة في نظام مواسير ونقارن بين مجموعتين من النباتات، نفس الصوبة، نفس المحلول، نفس الصنف، ومزروعين في نفس الماسورة علشان اضمن ان معدل تدفق المحلول واحد. لكن المحلول لما مشي من اول الماسورة لاخرها كان سخن من جو الصوبة ومن الشمس، والنتيجة ممكن 15 أو 20% اختلاف في الإنتاجية. وخلي بالك ده من غير أي تغيير في المعاملات. تخيل بقى لو أنت بتقارن بين معاملتين ألف وب، وطبقت المعاملة ألف على كل النباتات اللي في أول الماسورة والمعاملة ب على كل النباتات اللي في آخرها، هتبقى اللي أنت عملته في الحقيقة يعني ملوش أي علاقة بالتجارب. والموضوع كمان بيزداد سوءا مع الوقت. يعني البلاستيك لما بيقدم بتلاقي حتت منه ضلمت سواء اتوسخت او من الشمس، والحساسات بتقدم وتتغير قراءتها، والمواسير بينمو فيها بكتيريا، والنقطات بيتراكم عليها الاملاح، والمضخات كمان ادائها بيتغير مع الزمن. عشان كده اهم خطوة في اي تجربة هي تصميم التجربة نفسها. تعال اقولك على بروتوكول ال7 خطوات. اول خطوة في تصميم التجربة هي انك تحدد المعاملة او المعاملات اللي انت هتعملها. المعاملة دي الحاجة اللي بتجربها، مثلا تركيب محلول جديد او طريقة تقليم، والتجربة بتحتاج معاملتين على الاقل علشان تقارن ما بينهم. لازم الاول يبقى عندك المعاملة اللي انت بتقارن بيها، يعني الكنترول او الضابط، ومعاملة تانية جديدة انت عايز تشوف هل هي احسن من اللي انت بتعمله دلوقتي ولا لا. في الفيديو ده هنصمم تجربة مع بعض. هنعتبر ان جالي صنف جديد من الخس عايز اجربه واقارنه بين الصنف القديم اللي انا بستخدمه، عشان لو طلع احسن منه اعممه. فكده المعاملات اللي عندي في التجربة دي هي ألف الصنف القديم اللي انا بستخدمه على طول، وب صنف الخس الجديد اللي انا عايز اجربه. الخطوة التانية وحدة التجربة. وحدة التجربة هي الوحدة اللي بيتعمل عليها المعاملة. يعني لو انا مثلا بعمل التجربة على احواض فكده تبقى وحدتي هي الحوض. ممكن مثلا الوحدة تكون خط او باكية او صوبة لو انت عندك كذا صوبة بتعمل فيهم التجارب. في المثال بتاعنا ده هعتبر ان الوحدة بتاعتي الحوض. الخطوة الثالثة التكرار. التكرار هو كام مرة بعمل المعاملة على وحدات التجربة، وانت لازم تعمل تكرارات كفاية علشان تتأكد من نتائج المعاملة. بس خلي بالك انت لما تاخد 10 نباتات من الحوض تقيسهم، انت كده ما عملتش 10 تكرارات، ده كده تكرار واحد اخدت منه 10 عينات. انت بتبقى عايز تعمل المعاملات تاني من الاول على وحدات تانية او على نفس الوحدة بس في وقت تاني علشان تسميها تكرار. عدد التكرارات يرجع لك انت، عادة بيتوقف على سهولة عمل التكرار او تكلفته، وكل ما تعمل تكرارات اكتر كل ما تزيد الثقة في النتائج. الخطوة الرابعة حدد البلوكات. البلوك هو مجموعة من الوحدات ظروفهم شبه بعض. انت بتشوف ايه اقوى عامل مؤثر عندك بيخلي اجزاء المزرعة مش شبه بعض. ممكن مثلا شبكة الري كفاءتها في منطقة غير منطقة تانية، او لو مثلا عندك نظام تبريد بالمية في الصوبة هتلاقي جنب الواح التبريد الجو بارد وجنب الشفاطات الجو حر. فهنعتبر الاحواض اللي جنب الواح التبريد ده كده بلوك، والاحواض اللي جنب الشفاطات ده كده بلوك. انت بتبقى عايز توزع معاملاتك على البلوكات بحيث ما تعملش كل تكرارات المعاملة ألف جنب الواح التبريد وكل تكرارات المعاملة ب جنب الشفاطات، لكن توزع تكرارات كل معاملة هنا وهناك. في المثال بتاعنا ده انا هقسم الصوبة ل3 بلوكات على حسب توزيع درجات الحرارة، بما ان هو ده العامل المؤثر الاقوى عندي في الصوبة. الخطوة الخامسة العشوائية. بعد ما حددت البلوكات اللي هعمل فيها التجربة عين الوحدات للمعاملات بعشوائية. مهم جدا ان انت ما تعشوائش كده بالنظر وتقول خلاص الحوض ده هنعمل فيه المعاملة ألف والحوض ده هنعمل فيه المعاملة ب، لأنك مش هتكون حيادي. الأحسن إن أنت تستخدم أداة مثلا موقع على النت أو شيت إكسل أو الزهر يختار لك أرقام عشوائية. تعال معايا نكتب على جوجل توليد أرقام عشوائية. أنا عندي البلوك فيه 12 حوض، فهقول لجوجل يختار لي رقم من 1 ل 12، وهكون مقرر من جواه إن الرقم اللي هيطلع ده هيبقى رقم الحوض اللي هعمل فيه التكرار الأولاني للمعاملة ألف. هروح للشيت
أخش على المعاملات والوحدات وأقول التكرار الأولاني في المعاملة ألف هيبقى الوحدة رقم 7، وبعدين هنولد واحد كمان للمعاملة ب، فكده التكرار الأولاني المعاملة ب في الحوض رقم 6. ممكن نخش على البلوك اللي بعده من الحوض رقم 13 للحوض رقم 24، فكده بلوك ب. بعدين هنولد، هيبقى التكرار التاني المعاملة ألف في الحوض رقم 24، هنولد واحد كمان، والتكرار التاني للمعاملة ب في الحوض رقم 17. بعد كده نخش البلوك التالت وهكذا لحد ما نعين الوحدات لكل التكرارات اللي احنا محتاجينها. الخطوة السادسة تختار التصميم المناسب. في أنواع كتير من التصاميم، بس التصميمين اللي أنا بستخدمهم على طول وبحسهم هما المناسبين للزراعة هو التصميم المتوازي والتصميم المتقاطع. التصميم المتوازي وده عادة اللي بيجي على بالنا لما نقول تجربة، إننا بنجرب معاملتين على وحدات مختلفة في نفس الوقت ونشوف النتائج. احنا حددنا المعاملات والوحدات والبلوكات وعشوائناها، وهنشوف انهي وحدات ادت احسن من الوحدات التانية. النوع التاني هو التصميم المتقاطع، وده اننا بنعامل نفس الوحدات بالمعاملتين. يعني هنقول مثلا ان الوحدة دي هتاخد المعاملة ألف والوحدة دي هتاخد المعاملة ب، وبعد ما نخلصها ونجمع البيانات هنبدل. ميزة التصميم ده انه بيقدر يقلل من تأثير الدوشة اللي جاي من العوامل الصغيرة الكتير اللي ما تقدرش تتحكم فيها، فتقدر توصل لنتائج واضحة بعدد اقل من الوحدات والتكرارات. لكن مشكلة التصميم ده انه مش هينفع لو المعاملات ليها تأثير ممتد. مثلا لو انت بتزرع في تربة وبتقارن بين مبيدين نيماتودا، فلو المبيد ألف كان اقوى من المبيد ب وانت عالجت بيه التربة وبعدها جيت بدلت وعملت التربة بالمبيد ب، مش هتشوف فرق كبير لان الارض اتعالجت بالفعل. في الحالة دي لازم تسيب فترة تطهير بين المرحلة الأولى والمرحلة التانية من التجربة بحيث الوحدات ترجع تتساوى زي قبل التجربة، أو إنك تختار تصميم مختلف. أنا عايز أقول حاجة، في الزراعة بالذات ما تقدرش تحدد الدرجة المثلى لأي عامل بشكل مطلق. يعني ما أقدرش أقول إن نبات الخيار بيدي النمو الأمثل عند درجة حرارة 27 واسكت، لأن لو ظروف الإضاءة اختلفت الدرجة المثلى 27 دي هتختلف، ولو ظروف الرطوبة اختلفت الدرجة الحرارة دي هتختلف تاني، وهكذا. هنضرب مثال تاني بالتجربة اللي احنا بنعملها دلوقتي في اختبار صنف الخس الجديد. أنا لما أعمل التجربة وأطلع بنتيجة، لو جيت عملت التجربة دي في مزرعة تانية ممكن أطلع بنتيجة مختلفة، وحتى لو كررتها في نفس المزرعة بعد 6 شهور بعد ما اختلف الموسم ممكن جدا ألاقي النتيجة معاكسة، فهنستنتج ساعتها إن الصنف ألف للصيف والصنف ب للشتاء. فده يلفت نظرنا إن في الزراعة بالذات عادة بنحتاج ناخد أكتر من عامل نختبرهم في نفس الوقت. وهنا يجي دور التصميم الثالث، التصميم العاملي أو الفاكتوريال ديزاين، اللي يقدر يختبر أكتر من عامل وتأثيرهم على بعض في نفس الوقت. مثلا لو أنا بختبر عاملين، الصنف ونسبة التظليل. الصنف عندي صنف قديم وصنف جديد، ونسبة التظليل عندي 50% و70%. هرسم لهم جدول زي كده، فكده بقى عندي 4 معاملات بقارن بينهم. ممكن مثلا اختبر 3 عوامل مع بعض، الصنف ودرجة الحرارة وإضافة الهيوميك من عدم. فلما أجي أدرس تأثير العوامل دي على بعض هعمل جدول زي كده، فبقى عندي 8 معاملات. خلي بالك ال8 معاملات دول لازم تعمل تكرارات لكل معاملة فيهم عشان تزيد دقة النتيجة والثقة فيها. الخطوة السابعة هي تحليل البيانات. عملنا التجربة وعملنا التكرارات وجمعنا البيانات دي، عايزين نحللها علشان نطلع منها بنتيجة. في الأول ما ينفعش نبدأ التجربة من غير ما نكون عارفين احنا هنحللها ازاي، لأن ده اللي هيحدد احنا هنجمع انهي بيانات. احنا بنبدأ بأننا بنحدد الفرضية اللي احنا بنختبرها. ممكن مثلا الفرضية ان المعاملة ب أحسن من ألف، زي مثلا أنا بجرب الصنف الجديد علشان بفترض إن إنتاجيته أحسن من الصنف القديم. بس ممكن تكون الفرضية إن الصنفين زي بعض، أو الصنف القديم أحسن من الجديد بس الصنف الجديد منتشر أكتر أو أرخص، فعشان كده حتى لو هو زيه أو أوحش فأنا أعتبر برضو إن التجربة نجحت وهستخدمه. بس في الحالة دي من البداية خالص بكون مقرر إيه هو الفرق المقبول، ولو طلعت النتيجة في حدود الفرق المقبول ده فاعتبر كده ان التجربة نجحت وان الصنف الجديد ده هو ده اللي انا هستخدمه. ولما تكون محدد الفرضية من البداية هتقدر تحدد ايه البيانات اللي انت هتجمعها. في حالتنا مثلا هسجل اوزان الحصاد بتاع كل صنف. في تحليل وعرض بيانات التجارب بتاعتي اكسل حبيبي، في نماذج كتير ببنيها وبستخدمها على حسب التجربة. من ضمنهم النموذج اللي قدامك ده، عام وشامل وممكن ينفع في كل التطبيقات تقريبا. في الصفحة الأولانية في نماذج لجداول، خد منها على حسب عدد العوامل اللي عندك في التجربة بتاعتك. مثلا لو انت بتغير عامل واحد بس، الصنف على سبيل المثال، فخد الجدول ده. لو انت بتغير عاملين
خد الجدول ده، ولو انت بتغير 3 عوامل خد الجدول ده. هنعتبر ان انا بغير عاملين مثلا التظليل والصنف، فهاخد الجدول ده كده نسخ واخش على صفحة المعاملات والوحدات، وهلزق الجدول بتاعي هنا لصق. العاملين اللي عندي مثلا انا مش بغير صنف وتظليل، انا بغير حاجة تانية، مثلا خلينا نقول محلول مثلا، فنقول ان انا عندي محلول حسين هنا ومحلول حسنين، وممكن بغير ممكن الصنف او اي حاجة. خلينا اقول مثلا ان ده هيبقى هنا رومين، خس رومين، وهنا هيبقى خس كابوتشا. فانا كده عندي الاربع معاملات دول. ممكن برضو تغير الكلام ده هنا، وبعدين هتيجي تحت هنا هتكتب ارقام الوحدات اللي انت هتستخدمها لكل معاملة. الارقام دي مش هتستخدمها للتحليل بس، هتستخدمها للتوثيق عشان تعرف انت عملت كل تكرار في انهي مكان في الصوبة عندك. بعد ما تدخل البيانات دي هتروح تنفذ التجربة وتحصد الزرع وتجمع البيانات، وبعدين تيجي تسجلها هنا في تحليل التجربة. هتكتب كل الأرقام بتاعتك هنا في المربعات الصفر. مثلا المعاملة ألف في التكرار الأولاني جاب 30 كيلو، التكرار التاني جاب 30.5، وهكذا لكل المعاملات بتاعتك. سجل كل التكرارات. الشيت هنا بيحسب لك متوسط الانتاجية. متوسط الانتاجية ده اللي احنا عارفين، ده اللي احنا بنستخدمه على طول، ان احنا بنشوف مجموع اوزان التكرارات كلها وبنقسمها على عددها، فنعرف مثلا ان المعاملة ألف التكرار بتاعها في المتوسط بيجيب 28 كيلو، والمعاملة ب بيجيب 23، وهكذا. وعادة الناس بتقف لحد هنا وتقول لك ايوه يبقى المعاملة ه جايب 34.7، هي كده اعلى انتاجية، يبقى هي دي المعاملة اللي احنا هنشتغل بيها على طول. بس المشكلة في المعاملة هي ان الارقام طالعة ونازلة، الارقام مش ثابتة. بمعنى اصح معامل التباين عالي. معامل التباين ده يعني ايه؟ يعني لو انت مثلا عندك معاملة كل ما تعملها تجيب لك 20 كيلو 20 كيلو 20 كيلو، لا بتطلع ولا بتنزل، كده معامل التباين صفر. يعني المعاملة دي ثابتة قوي، عارفة كويس قوي هي بتعمل ايه. لكن لو هي مرة تجيب لك 20 ومرة تجيب لك 30 ومرة تجيب لك 15، فهيبقى معامل التباين كبير. فمعنى كده ان المعاملة دي ما تقدرش تثق فيها ايا كان السبب. ممكن السبب بيكون فيه عوامل تانية داخلة في الموضوع انت مش واخد بالك منها او انت مش مدخلها في التجربة. بس اللي يهمنا دلوقتي ان المعاملة دي مش موثوق فيها، نتائجها مش ثابتة مش مستقرة. فعشان كده الشيت بيحسب حاجة اسمها معامل الكفاءة. معامل الكفاءة ده بيدخل متوسط الانتاجية ومعامل التباين الاتنين عشان يطلع لك الدرجة اللي انت فعلا تشتغل بيها. طيب ليه معامل التباين بتاعها كبير؟ غالبا علشان الرقم ده، عشان الرقم ده مش مظبوط، الرقم ده كبير قوي بالنسبة لكل المعاملات التانية. الشيت هنا بيقولك لو في رقم مش منطقي، يعني مثلا لو بصينا هنا على انتاجيات تكرارات ألف 30 30.5 29 28 20، ف20 يعني رقم شاطح بعيد عن بقية الأرقام بتاعة المعاملة ألف، كلهم بيدوروا ما بين 28 و30 ما عدا الرقم ده بعيد قوي. فعشان كده الشيت منورهولك بالأحمر، بيقولك الرقم ده فيه مشكلة. ممكن تكون المشكلة وانت بتنقل الأرقام، مثلا في رقم دخل مكان رقم، أو ممكن تكون المشكلة في الميزان، أو ممكن حاجة حصلت أثناء الدورة، مثلا الحموضة قلت جامد والجذور اتحرقت. المهم ان الرقم ده ما بيعبرش عن المعاملة دي. نفس الكلام هنا برضو، لو بصينا هنا على كل الأرقام هتلاقي 36 32 32 35 34 40 رقم شاطح بعيد. فعشان كده متنور لك بالأحمر بيقول لك الرقم ده فيه مشكلة. فاللي أنا هعمله إن أنا همسح الرقم ده بما إن هو مش مظبوط. شوف لما مسحته معامل التباين صغر، كان 7 وشوية بقى 4، ومعامل الكفاءة عالي. لو عملت نفس الكلام هنا في المعاملة ألف، شلت الرقم اللي مش منطقي، نفس الكلام برضو معامل التباين صغر فمعامل الكفاءة عالي. فهنقول إن من بين المعاملات دول كلهم المعاملة جيم هي أحسن معاملة، هي اللي طلعت أحسن نتائج. هي المرة دي صدفت إن المعاملة جيم هي اللي جايبة أعلى إنتاجية، وفي نفس الوقت هي جايبة أقل تباين، فعشان كده 100% هي دي المعاملة الكسبان. لما نيجي نقارن بين المعاملة ألف والمعاملة ه، المعاملة ه متوسط إنتاجيتها أعلى من ألف، لكن معامل التباين بتاعها أعلى برضو، فعشان كده معامل الكفاءة بتاعها طلع أقل شوية من المعاملة ألف. الفرق بينهم مش كبير خالص، بس لو أنا يا هزرع ألف يا ه أنا هختار ألف، لأن هي دي المعاملة اللي أنا واثق في نتائجها أكتر.
بالمناسبة كمان الشيت يقدر ياخد عدد لا نهائي من المعاملات والتكرارات في أي تجربة. يعني لو أنت عايز تزود، أنت ما عندكش بس 8 معاملات، عندك أكتر، فأنت بكل سهولة تقدر تعلم على العمود كده وتسحب وسميهم ح ط ي زي ما أنت عايز. ونفس الكلام برضو بالنسبة للتكرارات، لو عايز تضيف أكتر من 24 تكرار هتدوس هنا وهتشد ده لتحت كده وتكتب الأرقام بتاعتك زي ما أنت عايز. انت دلوقتي تقدر تحمل الاكسل دي، اللينك هسيبهولك في الوصف. بقيت معاك برنامج من 7 خطوات تقدر تصمم بيه تجارب احترافية نظيفة تقدر فعلا تثق في نتائجها. تعال نلخص. الخطوة الأولى حدد المعاملات، انت بتختبر ايه بالظبط وبتقارنه بايه. الخطوة التانية حدد وحدة التجربة، هل هي حوض، خط، باكية أو صوبة، خليك محدد. الخطوة التالتة التكرار، انت محتاج كذا تكرار مستقلين عن بعض لو عايز نتائجك تكون دقيقة. الخطوة الرابعة البلوكات، قسم مساحتك لبلوكات على حسب ظروف كل منطقة فتقدر تجرب كل المعاملات في ظروف مختلفة. الخطوة الخامسة العشوائية أو التعشية زي ما بتتقال في الكتب، عين المعاملات بعشوائية جوه كل بلوك، ما تختارش بعينك ولا بإحساسك، استخدم أداة. الخطوة السادسة اختار التصميم المناسب سواء المتوازي أو المتقاطع أو العاملي بناء على ظروف التجربة. الخطوة السابعة اعرف هتحلل ازاي، حدد الفرضية من قبل ما تبدأ وتأكد انك هتجمع البيانات اللي هتجاوب على سؤال التجربة. هي دي طريقتي في تصميم التجارب، لو مشيت عليها مظبوط تجربة ورا تجربة هتجمع من وراها معلومات بفلوس. الآراء والنظريات هتتركن على جنب وهتقدر تاخد قرارات حقيقية. أهم حاجة الانضباط في كل خطوة والدقة في جمع البيانات، ما تاخدش طرق مختصرة. لو لقيت الكلام ده مفيد اكتب لي تعليق، وما تنساش تحمل الاكسل، انا سايب لك اللينك تحت. وقول لي عايز الفيديو الجاي يكون عن ايه. لحد ما اشوفك تاني بتمنى لك التوفيق في التجربة الجاية. سلام.